بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم سهام نوبي من قناة براند باي سهام نوبي. فيديو النهاردة هشرح فيه انواع الخيوط اللي بنستخدمها للشنط واي حاجة متعلقة بالشنطة عامة، اكسسوارات شنط وايادي شنط خارجية وجلود وخشب واي حاجة مرتبطة بالشنطة او اي حاجة تخص الشنط. تمام، هبدأ اول حاجة بالخيوط. خيوط الكليم. طبعا خيوط الكليم في منها مصري وفي منها مستورد. ده كده شكل خيط الكليم ده طبعا مش مصري، بيبقى فيه مطة خفيفة كده وهو بيجي الشلة على بعض وده شكل الخيط نفسه. طبعا الشغل بيه بيبقى تحفة والشنطة بتبقى خفيفة. والمجمل منه يعني بيبقى جميل جدا، الشنطة بتطلع حلوة جدا بالخيط ده. وده خيط الكليم المصري. هو بيبقى جاي بالشكل ده، ملفوف كده وبيبقى سوبر لوكس. ده كده السمك بتاعه بيبقى تخين شوية وبيبقى مبروم كده في بعض. في منه التخين وفي منه الرفيع. ده كده شكل الرفيع من خيط الكليم، بس ساعات بيبقى متوصل من جوه الخيوط اللي هي المصرية دي. تمام، وبرضو الشغل فيه بيبقى حلو بس بيبقى تقيل شوية اللي هو المصري. تاني حاجة، تاني نوع من انواع الخيوط خيوط الخيش. دي برضو بتبقى تحفة في الشغل وبتخلي الشنطة خفيفة، وطبعا نازل منها دلوقتي الوان كتير. وبرضو في منه سمك تخين ورفيع بس مش قوي. ومن الخيوط اللي الشنطة لما بتتعمل بيها بتبقى خفيفة جدا. ده تالت نوع من الخيط، خيط مكرمية مصري. برضو الشغل بيه بيبقى حلو جدا. ده كده السمك الرفيع، مش رفيع قوي طبعا، وده السمك الأضخم منه. تمام، وفي رابع حاجة خيط مكرمية فرنساوي اللي هو بيبقى رفيع خالص، أنا بشتغل بيه على فتلتين، والشغل بيه برضو بيبقى حلو والشنطة بتبقى خفيفة. والشلة بتيجي ملفوفة بالشكل ده. نيجي بقى الخامس نوع اللي هو خيط السلسلة. ده بقى الشنطة فيها بتبقى تحفة وبتلمع كده وتحسوها ان هي شنطة سواريه. الخيط بيبقى مبروم كده وفي منه بتتباع كده بالشلة وانتي بتفكيها وتلفيها. الفرق ما بين ده وده بحس ان ده مبطط شوية وده مبروم، يعني ده الفرق ما بينهم، بس برضو في الاخر هما الاتنين سلسلة او في ناس بتقول عليه كيتون. تمام، ده يعتبر فرنساوي بس تخين شوية، مدي على ستان كده. برضو ينفع لشنط السواريه، وبرضو بيبقى تحفة في الشغل. دي كده انواع الخيوط كلها. وفي طبعا خيط رافية وفي خيط روسي بس مش متواجدين دلوقتي، وفي خيط مكرمية قطن برضو بيبقى حلو في الشغل. دي كده كل الخيوط اللي بنستخدمها للشنط. تمام، في بقى الخشب ده انتي بتجيبيه جاهز كده بالشكل ده، بيبقى طبقتين، بيبقى اتنين يعني. بيبقى بالشكل ده اتنين مع بعض لازقين. بتشتغل يا اما وش خشب والظهر خيط، يا اما الاتنين مع بعض خيط وش وظهر، وتبدأي ان انت تعملي الجناب بالخيط. وفي منه مدور وفي منه مربع بالشكل ده. تمام، وفي طبعا بقى ايه اكسسوارات الشنط وايادي الشنط والكلام ده كله. الجلد بقى، الجلد في اطقم جلد بتبقى جاهزة بالاكسسوارات بتاعتها. الطقم بيجي زي ما هو كده، القاعدة بتاعت الشنطة واليد بتاعت الشنطة والقلاب بتاع الشنطة، وطبعا القاعدة بتبقى الاتنين دبل فيس. الطقم بيجي جاهز كده، انت بتشتريه زي ما هو، يا اما انت بتجيبي جلد وتقصقصيه وتعمليه او تقصيه بالقطر او بالمقص وتعمليه. وفي الطقم بيبقى كده، ده الجلد اللي هو اللازار، بيبقى بارز. برضو الشغل ده بالفيس، واليد بتبقى راكبة فيها الاكسسوارات وكل حاجة راكبة في الطقم، بيبقى بالشكل ده. وطبعا الجلد زي ما قلت لكم بيبقى دبل فيس. يا اما بتجيبي الطقم كده يا اما بتعملي الجلد انتي مع نفسك. تمام، وده برضو طقم تاني بس زيادة فيه القطعة اللي هي الجيب. في جيب زيادة بتاع الشنطة، واليد بتاعت الشنطة دي صغيرة شوية، فهي بتبقى اشكال وانتي بتختاري اللي انتي عايزاه. في بقى حاجة عايزة اقول لكم عليها، لما تيجوا تجيبوا القاعدة بيبقى الاخرام بتاعتها او الفتحات بتاعتها مختلفة. يعني في فتحات بتبقى ضيقة، وفي فتحات بتبقى واسعة، وفي فتحات بتبقى قريبة من بعض قوي، وفي فتحات بتبقى بعيدة.
فده طبعا بيختلف في عدد الغرز اللي بتعمليها في الأول. طبعا دي معلومة برضو قلت أقولها لكم علشان تاخدوا بالكم. البطانة بتاعة الشنطة في ناس بتجيب البطانة اللي هي بتبقى شبه الستان كده شوية، وفي ناس بتجيب البطانة القطن. دي كويسة ودي كويسة. ده بقى شغل الكنفة. دي شنطة جاهزة، هما قصينها على شكل شنطة، يعني هي جاهزة كده على شكل شنطة. انت بتبدأي تشتغلي عليها بالخيط والإبرة. طبعا الخيط يبقى رفيع، ميبقاش تخين قوي ولا يبقى رفيع قوي. وبتبدأي تشكليها الشكل اللي انت عايزاه بالغرزة اللي انت عايزاها، وبعدين بتقفليها. طبعا هنبقى نعمل لها فيديو لوحدها منفصل. نيجي بقى لأيادي الشنط. الأيادي طبعا يا إما بتعمليها بالكروشيه بالخيط العادي، يا إما بتجيبي أيادي جاهزة من بره بالشكل ده. بيبقى راكب فيها الإكسسوار بتاعها الجنش بتاعها. وفي أيادي بتبقى بالشكل ده كده، اللي هي المعدن الحديد أو الستانلس دي أيا كان هي ايه. وفي بقى الجنشات وحلقات سهلة الفتح والقفل، برضو مهمة جدا لو هتركبي شنطة بالخيط، لو هتركبي يد بالخيط. في منها الدهبي وفي منها الفامي. تمام. وطبعا إبرة التنظيف والماركر واللوجو والحاجات دي كلها مهمة. الولاعة دي أهم حاجة عشان نقص بيها خيط المكرمية وخيط السلسلة. ليه؟ علشان لو قصيناه بالخيط، لو قصيناه بالمقص الخيط بيكر، لازم بالولاعة. تمام. نيجي بقى للسوست. طبعا انت بتجيبي اللي انت عايزاه، لا اما عظم لا اما حديد، لا اما شوفي انت بترتاحي في ايه وتجيبيه. الايادي بتجيبي طبعا اليد الخشب دي، لا اما بتلفي عليها خيط لا اما بتركبيها زي ما هي كده، يعني براحتك، ده شغال وده شغال. وبتبدأي ان انت تركبيها في الشنطة بالخيط. اليد دي برضو تحفة، حلوة جدا. وطالع منها دلوقتي اللي هي الوان في بعض. هي مش دلوقتي، هي قديمة يعني، بس حلوة جدا. من الايادي اللي بحبها يعني، وبستخدمها في الشنط. والايادي دي برضو بتبدأي ان انت تحطي اليد فوق الشنطة، وتبدأي تطلعي الخيط من الفراغات، وتبدأي ان انت تركبيها على الشنطة نفسها. برضو كويسة جدا. آه، بس نيجي بقى على الجلود. الجلد انت بقى لو عايزة تعملي جلود في البيت، بتجيبي الجلد بتشتريه بالمتر، وتبدأي ان انت تعلمي. انت هتقصيه مثلا مربع من قدام ومربع من ورا، وفي النص في الجناب خيط. فبتبدأي ان انت تشتغلي، طبعا هو ده ظهر وده وشه، بتجيبي بالمتر وتبدأي ان انت تعلميه الأول. وتبدأي ان انت تقصي بقى بالقطر بالمقص زي ما انت حابة. ممكن تقصيه مثلا على هيئة دايرة برضو، من قدام ومن ورا، وفي الجناب يبقى خيوط. فدي كده الأشكال، وفي منه سادة وفي منه كراهات زي ما انتوا شايفين. دي كده كل حاجة تخص الشنط. انا كده اتكلمت عن كل حاجة خاصة بالشنط. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش تسيبيلي لايك وكومنت تقوليلي رأيك ايه في فيديو النهاردة. وما تنسيش طبعا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتختاري الكل عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بنزله. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.